الصراع النفسي. سمعنا كتير قوي عن الصراع النفسي في كتب علم النفس والافلام والاغاني وحاجات كتير قوي، وفي اماكن كتير قوي كانت بتكلمنا عن الصراع النفسي، سواء كان في المدرسة او في برنامج توعوي او في اي حتة. بس هل قبل كده سألت نفسك، تفتكر هل انت فعلا ممكن تكون بتمر بصراع نفسي؟ سعادة الباشا. ايه اخبار الدنيا تعمل ايه معاك كده؟ يا عم؟ عايشين والله يا عم في الدنيا الحزينة الكئيبة دي. الحمد لله ماشية، يعني هنعمل ايه؟ مفيش والله يا جديد. اسطى، الدنيا بقت صعبة قوي. الدنيا بقت صعبة بجد على الواحد في كل حاجة، مش عارف اعمل ايه. اه، دي حقيقة ربك بيسرها يعني. نعمة بالله يا اسطى، والله نعمة بالله. ايه ده؟ ايه قاعد بتعمل ايه كده؟ قاعد بقلب يا اسطى في الفيس، بس ايه ده؟ ده ايه ايه ده؟ في ايه؟ انت شفت الواد عمر يا اسطى سافر انجلترا؟ اه يا عم انا عارف، ربنا وفقه، مجتهد بصراحة. ده ايه ده؟ ايه ده؟ هيكمل دراسته هناك بقى وكده؟ عايز يطور تعليمه يعني، فاهم؟ آه، يا اسطى طبيعي يعني. أو مش عمر اللي هيطور تعليمه، مين اللي هيطور تعليمه يا اسطى؟ ده اهله على قلبهم قد كده. يا اه عم والله. ربنا وفقنا كلنا يعني. يا رب يا اسطى، والله يا رب. يا رب نفسي بجد يعني الواحد كده لو كان معاه الفرص دي. بس يلا يلا على رأيك، ربنا يوفقنا كلنا. اتفضل يا عم، اتفضل. او ايه؟ اسلام اتجوز، اسلام اللي معانا في الدفعة. اه اسلام، ما هو اتجوز، ايوه يا عم ربنا يتمم له بخير. يا رب يا اسطى. يا رب عادي كده واحد في سنة رابعة يتجوز، فاهم؟ معاه شقة وعربية ودنيا وشبكة وفرح، كل ده عادي. غريبة اه يعني. بقى، هو اهله مساعدينه برضه لحد ما وقف على رجله، فاهم؟ خلص تعليمه وبتاع، بعد كده بقى فاهم ربنا يكرمه يعني. يا رب يا اسطى. يا رب. عارف يالا ثروت، انا والله العظيم يا اسطى لو كان اهلي يقدروا يساعدوني زي الواد اسلام كده، كان زماني متجوز من وانا في سنه اولى والله. يا باشا عادي، ان شاء الله نتخرج وربنا يرزقنا كلنا يعني. يا رب يا عادي يا اسطى عم. والله. يا رب. أنا قلت اطمن عليك، هقوم انا شويه دلوقتي كده، ايه، مع نفسي كده. حبيبي. اعمل كام حاجه. خلصانه يا اخويا. ماشي يا عم ثروت. ماشي يا قلبي. يلا. باي باي. يلا سلام. الصراع النفسي ممكن يأثر عليك بشكل أو بآخر. ممكن تفتكر إنك كويس وإنت سجين أفكارك. ممكن تحس إنك مضغوط ومفيش أصلا أي ضغط في حياتك. ممكن من كتر ما إنت بتبص في السوشيال ميديا أو بتشوف أخبار سعيدة كتير أوي حواليك، تحس إنك مش بتعمل أي بروجرس أو مش بتقدم في حياتك. ده يضغط عليك ويحسسك بالفشل ويحسسك إن في حاجات كتير أوي في حياتك ناقصة. طب وإيه الحل؟ هتعمل إيه؟ هتفضل عايش كده قاعد في أوضتك سجين أفكارك، مش عارف تاخد أي خطوة لقدام؟ اتحرك. عزيزي المشاهد، الصراع النفسي مش بيبقى بس في فكرة ان انا جوايا مثلا مشكلة نفسية او ان انا مثلا غيران من حد او اي حاجة من الاشكال دي. الصراع النفسي ممكن يبقى ليه اشكال كتير جدا. ممكن انت تبقى مثلا مش راضي عن المكان اللي انت اتولدت فيه، واخده معضله كبيره قوي لحياتك، وشايف ان هو السبب في مشاكل كتير قوي في حياتك. اي خطوه بتفشل فيها في حياتك بتقول اصل انا اتولدت في المكان الفلاني، او ده سبب البيئه اللي انا اتولدت فيها هي سبب المشكله الفلانيه. او مثلا لما تكبر شويه وتخش على جامعه مثلا، تقول انا دخلت كليه انا مش حاببها، او كليه يعني كنت عايز اخش حاجة احسن منها مثلا من منظورك. بس تيجي تقول في الاخر ده سبب ان انا كنت في مدرسة مش قد كده. كنت في مدرسة مثلا بتعلم فيها تعليم قليل شوية، وده برضو من وجهة نظرك. وتحطها معضلة كبيرة قوي لحياتك، او تبقى سد حرفيا ما تعرفش تعدي منه، ما تعرفش تاخد خطوة واحدة في حياتك. تفضل سجين الفكرة دي طول حياتك، وتفتكر ان هي دي سبب كل فشلك في الحياة، وسبب كل حاجة هتفشل فيها كمان قدام. ببساطة شديدة، الصراع النفسي موجود في كل حتة حوالينا وعمره ما هيروح في حتة.
هتلاقي دايما صراع نفسي في الشغل مين احسن، وهتلاقي دايما صراع نفسي في المدرسة كان مين اشطر ومين هيطلع من الاوائل، ومين في الكلية هيجيب اعلى الدرجات وممكن يتعين معيد ولا دكتور ولا يعمل حاجة جامدة جدا في الكلية وكل الناس تعرف اسمه بسبب الحاجة الجامدة اللي هو عملها. هتطلع بعد كده تشوف مين هيتجوز الاول ومين هيبقى معاه بيت حلو ومين هيبقى معاه عربية اخر اصدار، ومين بعد كده لما يخلف هيدخل ولاده في احسن مدرسة ولا يعلمهم احسن تعليم. حرفيا في حاجات كتير قوي في الحياة دي مش بإيدك وعمرها ما هتكون بإيدك، بس الحاجة الوحيدة اللي هي فعلا بإيدك هي الرضا. سلام عليكم.